السلام عليكم. اليوم راح نحضر معكم لي ترونش ذوق الكراميل. ديجا كنت حضرت معكم ذوق الليمون، يجوا بزاف خفاف وبنان ويذوبوا في الفم. تبعوا الوصفه وما تنساوش تدعموني بجيم ومتابعه للمزيد من الوصفات ونمروا لطريقه التحضير. اول حاجه نحضروا الجينواز دي دائما نحضرها معكم. عندي 4 بيض ورشه تاع الملح ونطلعهم اوناج. بعدها نضيف لهم 120 غرام سكر عادي، نحطه تدريجيا على 3 مرات. بعدها نضيف 4 صفار بيض ونحطهم بالوحده ونضرب مليح. مغرف صغيره لاغوم كراميل نضرب مليح، وبعدها نضيف 120 غرام فرينه نغربلها مليح ونحطها على 3 مرات. والتحريك نخلطه من تحت للفوق. نفرشها في بلا بهذه الطريقه وندخلها الفرن طيب. وبنفس الطريقه نعاود نحضر الجينواز زوجه. نطلع لا كريم شونتي، عندي عبر بودره شونتي مع عبر تاع الماء بارد. نحضر الستيلو اللي راح نشمخ به. عندي كاس سكر مع 2 كيسان تاع الماء. نحط لاغوم كراميل نخلطهم مليح ونحطهم فوق الفرن. من يبدا يغلي نحسب 5 دقائق ونطفيه. نحضروا سوبر كريم ولا ديكور جيل كراميل. ديجا حطيت لكم الفيديو من قبل. عندي مغرف ونص سكر عادي ونص كاس تاع الماء. عندي 2 مغارف صغار حتى ل3 لاغوم كراميل نخلطهم مليح ونخليهم بجيه. نص كاس ماء واحد اخر نضيف له مغرف كبيره مايزينا نخلطهم مليح ونضيفهم للخليط الاول. نخلطهم مليح ونحطهم فوق الفرن. من يولوا على هذا القوام نطفي عليه ونخليه يبرد شويه. لي جينواز بعد ما طابوا في زوج للوحده نقسمها على زوج. يولوا عندكم 4 قطع حطوا بالوحده ونشمخ مليح بالسيرو. والمورسو الاول ما تشمخوش بزاف باش ما يلصقلكمش في الكارطون. ونحط لا كريم شونتي نفرشها كامل. حط المورسو الزوج ونشمخها مليح ونكمل بنفس الطريقه حتى نوصل للمورسو الرابع. المورسو الرابع نشمخه مليح ونغطيه بلا كريم شونتي. درت له زيكزاك بالكوبا. تنجموا تستغناو على هذه الخطوه وندخلها الكونجيلاتور تشد روحها. لما خرجتها من الكونجيلاتور حطيت لها سوبر كريم ونفرشه كامل. بعدها نقطع كاع الاطراف والخدمي كل ما تبغوا تقطعوا به مسحوه في البابي باش ما يوسخلكمش لي ترونش تاعكم. قطعتهم على 12 قطعه. زينتهم بلا كريم شونتي كانت بقيت لي. زدت لها غير لاغوم كراميل. وهذا هو الشكل النهائي لي ترونش. نتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم، يجوا بزاف خفاف ويذوبوا في الفم. كملوا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش تخلوا لي رايكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي في روحتكم. سلام.